السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم على ملعب غزل المحلة، الملعب الشهير بميلتا باور، وعلى أرضية صعبة وقدام حضور جماهيري وفرقة قوية. النادي الأهلي النهاردة يقدر يمارس هوايته وعادته ويخطف فوز ثمين في الوقت القاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويخطف 3 نقط مهمة في سباقه للدوري. النادي الأهلي قدام غزل المحل بلدية المحلة النهاردة كانت مباراة صعبة جدا وعصيبة، فيها أحداث كتير، فيها أهداف كتير ملغية ولقطات جدلية، لكن قدر النادي الاهلي في النهايه انه يسير المباراه زي ما هو عايز ويطلع بانتصار ثمين. في الفيديو ده احنا جايين نتكلم عن اللي حصل في مباراه الاهلي وغزل بلديه المحله في الدوري المصري. بس ما دام وصلك الفيديو دعمنا بلايك واشترك في القناه، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. مبدئيا كولر بدأ المباراة ما عملش روتيشن كتير، رجع علي معلول مكان عمر كمال عبد الواحد اللي عمل مباراة حلوة جدا الماتش اللي فات. محمد هاني من الناحية اليمين، قدامه محمود متولي ورامي ربيعة في ثنائية أول مرة تلعب أو من فترة طويلة كتير. طبعا عبد المنعم كان أساسي والناس بتبدل جنبه، النهاردة كان مريح عبد المنعم. قدامه أكرم توفيق ومروان عطية اللي خلاص دخل دماغ وعقل كولر وابتدى يبدأ بيه الفترة اللي فاتت. قدامهم إمام عاشور، قوم ريح أسامة أبو علي ونزل مكانه كهربا. على الناحية اليمين كنا هنلاقي بيرسي تاو، والناحية الشمال هيبقى رضا سليم. تشكيلة كويسة فيها كمية مش روتيشن، بس هو مريح لعيبة ومنزل لعيبة، مريح حسين الشحات، منزل رضا سليم بيلعب ببيرسي تاو، مريح كريم فؤاد في نص الملعب، مريح قفشة والسولية. فهو كان عامل ميكس كده ما بين الروتيشن وما بين اللعيبة الأساسية، خصوصا إن هو عارف إن المباراة صعبة، ملعب صعب. النادي الاهلي بدا شرس قوي، كان بيحاول، وفي رغم كده بلديه المحله فاجئ الجميع ان هو ما كانش بادئ المباراه زوم ديفenس. كان ليه محاوله في بدايه المباراه عن طريق اوت، كان ليه كور كده، بس النادي الاهلي اللي كان اكتر سيطره، كان حاول في اكتر من كوره عن طريق كهربا وعن طريق بيرسي تاو. في كوره اكرم توفيق عمل تاكلينج في مكان جميل جدا ونموذجي عشان توصل لكهربا، يحط اللي يسلمها لبيرسي تاو يحطها بوش رجله او ببطن رجله تروح ار2 يصدها حارس المرمى اللي كان متالق النهارده. قبلها كان في كرة عرضية من إمام لكهربا، والكهربا يريحها رضا سليم، ورضا سليم يسلمها لأكرم عشان يشوطها والكرة تضيع. طبعا كان في معظم الكور بتبقى خطورة عن طريق العرضيات اللي كان بيعملها علي معلول، وإن كان محمد هاني حاول، أو الكور اللي كان بيستلمها في العمق بيرسي تاو اللي بيسلمها إمام عاشور. طبعا كانت مباراة فيها فرص كتير مهدرة. في الدقيقة 25 أكرم توفيق بيسلم الكرة لكهربا والكرة تضيع. دقيقة 38 هدف محقق لبيرسي تاو بغرابة يضيعه بعد الكرة اللي ضيعها اللي هي بتاعت أكرم توفيق. كهربا تجيله كرة في السكس يارده ما يعرفش يحطها، وبعديها أكرم توفيق يسلم الكرة رضا سليم اللي عن طريق أكرم توفيق. الشوط الأول فيه كان كمية كور كتير وهجمات كتير للنادي الأهلي، كان ممكن يخطف هدف بس ده ما حصلش عشان المباراة تتعقرب مع الشوط التاني، وينزل النادي غزل المحلة وأحمد عبد الرؤوف يعمل تغييرات هجومية. ينزل محسن فريد محسن على يشوط تسديدة قوية جدا دانا نارية تخبط في العارضة ترد، تلاقي ماجد رمزي لاعب نادي الزمالك السابق اللي احتفل بالقوس بتاعه وسدد تسديده احلى منها عشان يبقى 1-0 والظروف تتصعب. طبعا هنا بيرس كولر ما صبرش كتير، سحب بيرسي تاو وسحب رضا سليم وسحب مروان عطيه في تغييرات هجوميه. الحمل بما جبل كان بيهاجم بكل اللعيبه، نزل حسين الشحات، نزل موديست، ونزل معاهم كريم فؤاد بحيث ان هو يعمل زياده هجوميه، يعمل انتعاش لخط الهجوم. فعلا ده كان ليه، وابتدى النادي الاهلي يظهر اكتر، وكان في مرتدات كويسه من نادي المحله لغايه ما يحصل التبديله بنزول عمر كمال عبد الواحد اللي عمل نقله للفرقه. ابتدى يزيد لقدام، ابتدى يعمل ارضيات، ابتدى يعمل تسديدات، ابتدى يبقى للاهلي شكل، خصوصا مع خروج امام عاشور. كان عمر كمال عبد الواحد هو مصدر الخطوره والممول للاسيستات، وقدر ان هو يكافئ مجهوده ان هو يسجل هدف بعد ما نزل على طول، بحيث ان النتيجه تبقى 1-1 والمباراه تتكهرب. يبدا هنا سلسله الاهداف المسجله والملغيه، يا اما عشان الفار، مطالبات بضربات جزاء. حكم النهارده كان عاجبني واقف على رجليه، وحكم الرايه اللي كان ماسك هجوم الاهلي كان عنده كذا كرة صعبة معظمهم وقف فيهم وحسبها اوفسايد، لغاية ما تيجي اللحظة اللي في الدقيقة 98 وموديس تلاقي الكرة بتنط قدامه وهو في السكس ياردة، ويحطها بشماله قوية جدا عشان تبقى 2-1، والأهلي يمارس هوايته في إذلال منافسيه والانتصار في الوقت القاتل ويقولوا سهرنا معاكم. طبعا النادي الأهلي هو عارف البلس 90 بالنسبة له حاجات بتجري في الدم، ممكن ينهي المباراة من بدري، بس هي دي المتعة إنك تكسب في آخر دقايق. رغم كده بقى المحلة ما استسلمش، وكان ليه أكتر من فرصة في الوقت الإضافي اللي كان 9 دقايق واستمر لأكتر من 18 دقيقة. المباراة خلصت 100 و100 وي
عشان الوقت اللي ضاع في الفار بسبب الكورة اللي كان بيشوفها النادي الحكم، كان هدف للنادي الاهلي اتلغى، والهدف بتاع بودس اترجع في الفار. طبعا كانت مباراة صعبة جدا وعصيبة على الفرقتين، وكان ممكن بلدية المحلة والمحلة يتعادل في الدقائق الأخيرة لولا تألق مصطفى شوبير عشان تنتهي مباراة صعبة جدا وملحمية في بروفا أخيرة للنادي الأهلي بعد تحقيقه المطلوب منه في الدوري. طبعا العودة من الدوري لسه قدامها 3 أسابيع، لسه الأهلي قدامه مباراة الترجي السبت اللي جاي واللي بعديه ذهاب وعودة والتوقف الدولي. النادي الأهلي عمل التارجت، لم أكبر كمية نقط ممكنة في الفترة الحالية. هيبقى عنده ماتش صعب قدام الترجي، نتمنى ان هو ماتش قوي جدا النادي الاهلي يقدر يطلع بيه بالمستوى المطلوب. مبروك للاهلاويه، والى اللقاء في مباريات اخرى ان شاء الله.